الترند ده عامل زي البورصه، بنسيء استخدام الترند. بالظبط. الله اكبر، يا سلام، اللمبة طفت. والله العظيم بالظبط. انت مش شايف ان السوشيال ميديا خدت اكبر من حجمها؟ ليه كلنا بقينا اوفر؟ وليه كلنا ماشيين مع سياسة القطيع؟ ترند كلمة بنسمعها كل يوم أكتر من مرة، ناس بتدور عليها وناس زهقت منها وناس مش طايقة تسمعها وناس فاهمها غلط. الترند ظهر إمتى؟ الكلمة دي عرفناها ليه؟ ليه لسه متمسكين بيها أو بنهرب منها لحد دلوقتي؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع أحلى وأجمل فنان ونجم في الدنيا، حبيبي وصاحبي وأخويا طه خليفة. أنت مش فاهم أنا مبسوط قد إيه بجد إنك معايا النهاردة، ده على المستوى الشخصي مخليني عايز أقوم أحضن في الحيطان. والله العظيم مبسوط جدا ولا جدا انت والله جدا شادي، إنك انت معايا. عارف انت لونه في القلب انت فاهم اكيد على قديمه، اخويا وصاحبي من زمان قوي وعلى قديمه زي ما على انت قديمه، بتقول، ربنا عشان يديم كده ما المعزة كانش يا رب. ينفع اعمل عدي يومك من غير ما اعديه بجد مع صحابي اللي بحبهم. حبيبي ده شرفني، منورني قوي قوي قوي، شرف ليا والله. تسلم لي يا صديقي، تسلم لي. حبيبي يا استاذ، تعال نشوف الموضوع بتاع الترند. يلا احنا بينا. حتى في قعدتنا بنبقى ده طلع ترند وزهقنا من الترند، وفي الاخر لو صاحب الترند بقى محبوب كرهته. ايوه، احكي لي ايه القصه دي. السوشيال ميديا وبقى ودخول الموبايل في حياتنا اكتر مما يجب، والعالم الافتراضي اللي انت مش ماسكه في ايدك. يعني بدل ما تنزل على القهوه تقعد مع اصحابك تحكوا في حكايه، خلاص ممكن كونفرنس تجمع الدنيا دي كلها وتبقى ابسط واحلى واسهل، وممكن تبقى ارخص لان انت هتشرب في البيت مش هتشرب على القهوه. فده ليه توابع. ماشي. فاحد التوابع دي ان الناس بتلاقي حاجه حلوه او وحشه، زي ما انت عارف كده في الاعلانات بيقول لك انت يا اما تعمل اعلان حلو قوي فتسوق للمنتج، يا اما تعمل اعلان وحش قوي ملوش علاقه بالمنتج فتنجح برضو المنتج. بالظبط. فده اللي بيحصل ولا ايه؟ ده اللي بيحصل صح. فده اللي بيحصل على السوشيال ميديا بكل بقى الابلكيشنز اللي عندنا، فيسبوك ماشي. وما اقولش. لا قول كل الابلكيشن. احنا تمام. انتوا عندكم تيت في حاجه ولا احنا لو عندنا تيت، عندنا عندنا تيت. في بقى تيت لطيفه قوي هتعجبك، لو نزلناها هتتبسط بدمها خفيف. كل الابلكيشن يعني بشكل عام عليها ناس متابعين بارقام كبيره قوي وناس قاعدين فاضيين، وانت لو انت فاهم ان انت لوحدك، لا ده انت 108 مليون بالاضافه الى بقى كل الوطن العربي. تمام. اللي بيبقى مهتم بيك، مهتم بانت بتعمل ايه. فبتلاقي حاجات غريبه جدا طلعت ترند، حاجات تستاهل ان هي تطلع ترند. حلو. واكيد في حاجات تستاهل. حلو. زي ايه؟ طيب ايه اللي ممكن يكون من وجهة نظر طه خليفة ان هو يستاهل يطلع ترند زي الفترة الأخيرة؟ يعني مثلا زيارة لمجدي يعقوب، مثلا زيارة محمد صلاح لمجدي يعقوب، ما هو ده لازم يطلع ترند طبعا. سلام عليك. هو صلاح سلام نفسه عليك. لازم سلام يطلع، عليك. مجدي يعقوب لازم طبعا. يطلع. في طبعا. ناس كتير، مش عارف مالك عمل فيلم في استراليا ولا مسلسل في استراليا، فهو لازم يطلع ترند عشان نعرف ان في شاب صغير مجتهد جدا شغال على نفسه. في حاجات كتير. في مثلا ضابط في الشارع خد حق حد او حقق القانون بشكل كويس فلازم يطلع ترند. الله ينور. ولا تنقذ ناس. كان في ترند من فتره اللي هو طلع وانقذ الناس، فاكرين الحوار ده؟ اللي جاب اطفال من بلكونه في عماره كانت بتحرق، ما هو ده لازم يطلع ترند. طيب في حاجه بمناسبه الموضوع ده عايز اكلمك فيها، وهي اخر ترند ظهر الفتره الاخيره، فتاه الشيبسي. الطفله العسل ما شاء الله عليها، اللي ملهاش اي ذنب في الدنيا غير ان هي عملت الموقف اللطيف مع الراجل. هل ليها اي ذنب في الدنيا ان هي تطلع ترند؟ ما افتكرش. صح. حبيتها في الاول جدا واتبسطت ولقيت الناس حباها وتابعت الترند طبعا. بعدين لقيت الكومنتات ابتدت تخضني. يا جماعه ما كفايه بقى الترند ده، احنا زهقنا. انتوا كرهتونا. على فكره الشيبسي مقاطعه. على فكره الشيبسي مقاطعه، وانتوا كرهتونا في البنت وليه؟ فاهم. وبعدين الاقي الكومنتات قلبت ان هي بقت تشتم في البنت وتشتم في الترند. طبيعي. ده للاسف طبيعي. لا، ما للاسف ما بقاش طبيعي. زي ما اتفقنا ان صاحب الترند ملوش اي ذنب خالص في الدنيا ان هو يطلع ترند، ولا ليه ذنب ان هو يتزهق منه لما الترند يطول. غير الناس اللي بتدور على ده. في ناس بتدور ان هي تبقى ترند، هنتكلم فيهم دلوقتي بشكل تاني لان ده بيبقى اكل عيشهم او ده شغل. بس الناس اللي طلعت ترند زي ما انت بتقول عشان هو زي الضابط اللي في الشارع، ده مش بيدور ان هو يبقى ترند، ده ملوش ذنب خالص. زي اللي طلع انقذ حد في الحريق، ده مش طالع عشان يبقى ترند. زي البنت بتاعت الشيبسي مش ما كانتش عارفه خالص في كاميرا، مفيش حاجه اصلا. فدول يطلعوا ترند تمام، بس احنا حتى بقينا بنسيء استخدام الترند. بالظبط. الله اكبر. يا سلام، والله العظيم بالظبط هي دي الفكره. بنسيء. ماشي.
زي ما احنا بنقول في مشكله في اساءه استخدام الترند. انت المفروض اي بني ادم، اي واحده ست قاعده في البيت، اي حد بينزل كونتنت محتوى اللي هو ايه قرانيه مثلا يوم الجمعه الصبح سوره الكهف، بينزل شاف مسلسل لطيف خد منه حاجه وبينزلها عجبته، خلاص كده تمام. حلو. بيقول للناس اللي حواليه اللي في الدايره بتاعته والله يا جماعه ده حلو، شاركوني الفرجه عليه. جميل. ممكن نضيف قول لي رايك في الفرجه عليه. ماشي. في حاجات زي ما انت بتقول ان في ناس بتدور ان هم يبقوا ترند، وفي ناس بيبقوا ترند بالصدفه. حصل. المشكله بقى بتبقى في المتلقي، صح؟ ده خطوه ان المشكله تبقى في المتلقي، ان المتلقي يستخدم الموضوع ده ازاي. انا ممكن اضحك وهزر على الحاجه وهبتدي اشير، فحتى في عندك جمله ما انتوا اللي شهرتوهم، ما انتوا اللي عملتوا منهم. دي مشكله عند المتلقي. وفي مشكله تانية عند اللي بيعمل ده، ان هو بيستمرق بقى، بيبتدي ايه، خدها حلوانه في سلوانه، اما سوق الهبل اكتر. حصل. في ناس كتير، واكيد الساده المشاهدين والمستمعين عارفين ان بتلاقي هو وات ايفر بقى، مغني، فنان، بلوجر، انفلونسر، تيك توك، اي حاجه من الحاجات دي، لان الهبل ده واكل، يلا كمل هبل، دايس في الهبل. هو ممكن يبقى هو بني ادم منضبط جدا على فكره، للأسف، بس هو لقى الهبل هو ده الطريق اللي بيجيب له الفيدباك اللي هو عايزه، على المستوى المادي مثلا، على مستوى الشهرة، على مستوى الحاجات دي. طب ما دي تبقى كارثه ان الناس يعني تتخلى عن مبادئها وتتخلى عن شخصياتها. احنا في ده احنا هنا دلوقتي، احنا هنا يعني انت بس ما كلمتنيش عن اللي هو اصلا كده، لا انت بتتكلم عن واحد عنده مبادئ وكان عنده الكونتنت بتاعه ظابط، بس شاف ان السكه دي هي اللي ماشيه، فيلا بينا نتخلى عن كل حاجه عشان السكه دي. مصيبه سودة. الترندات الوحشه بقى ايه، ويروح عامل عليها ريفيو وحش اصلا. ترند على قفاها. ايوه، ما هو ده حاجه تانية. انا بتكلم في ان في بني ادمين هزرت، يعني انا مثلا، انا وشادي قعدنا دلوقتي هزار حلو، فالناس عجبتها دي، فبقيت انا كل حاجه بتكلم عامل كده مثلا، فانت لبستها مش عايز تسيبها. لا ده انا لقيتها بتجيب الفلوس طبعا طبعا، الناس بتتفرج. وبقول في ناس مثلا بتعتمد على الالفاظ. حصل. صح ولا لا؟ حصل. فيبقى الموضوع السبايسي، انا مش قصدي حد معين لما يعني بس بيحصل بالمناسبه، مش بيحصل من حد واحد، بيحصل من كذا حد، مع ناس كتير. تلاقي ان هو الالفاظ، وحتى التيت اللي انا مش ان هي التيت دي هي دي اللي بتاكل، فيا ترى هو بيقول ايه ورا البتاع، فتلاقي هو عمال يكمل في ده، لان هو ده اللي مخلي الناس تتبسط. صدقني الناس هتتبسط حبه، وبعد كده يا اما هينسوك يا اما هيشتموك، لان الحق حق ان يتبع، لان كده السكرولينج ده بسرعه جدا جدا، والترند بقى يطلع اسرع من اللازم وينزل اسرع ما طلع، يعني فاهم. هي بقى كانت بتقول ان في حد بيشوف حاجه وحشه فيعمل عليها ريفيو وحش، فعلشان يركب على اللي هي بنقول بيركب على الترند، صح؟ مش ده اللي انت قصدك؟ بيعلي على الترند، فنفضل احنا بقى في دلهمه وما بنصحاش بقى معلم. احنا دب في تخ، فبتلاقي نفسك في مستنقع من الحاجات الغريبه جدا اللي المفروض. انا عندي بنت صغيره ابتدت تمسك تابلت وتمسك موبايل، ففي حاجات لما هتشوفها انا هقول لها ايه وامنحها ازاي الناس كلها بيشوفوها. طبعا يعني اخواتها الاكبر، يعني مش اخواتها، اولاد قرايبها الاكبر منها هم بيتفرجوا على الحاجات دي. الجيمرز مثلا في حاجات احنا ممكن ما نبقاش عارفينها قوي، لان في جيل اصغر مننا. الجيمرز ده ايه ده عالم تاني، بتفرج وبشوف، احنا ما نعرفش عنه حاجه، خلي بالك. بتفرج وبشوف. ده ما يمنعش ان فكره هو الترند مفيد ولا مش مفيد، هو مفيد. هي الفكره في استخدامه، زي كوبايه الميه دي ممكن تحط فيها خمره، ممكن تحط زي الفن، زي المزيكا، زي التمثيل، زي الحاجات دي كلها. انما مين المقياس؟ انت. انا وجهه نظري البيت اللي مقفول عليك ده انت اللي تحط عليه قواعده وتعمل عليه ريستراكشنز اللي انت تعرف تعملها. ابيض. في نفس الوقت انت هتريزست ده ازاي؟ ان انت لازم تجد بديل بقى، هي دي الفكره. على ما اعتقد ده بقى اللي هيخلي في حاجات ترند. بديل للترند ولا يعني بديل فكره بديل الكونتنت؟ لا الكونتنت. احنا كل ده تحت طائله الترند. تمام. لان احنا ممكن نقول طب ما انتوا اصلا عاملين البتاع اللي انتوا عاملينه ده وقاعدين تتكلموا جايبين مايكات وناس واقفين ليه؟ ما انتوا علشان واحده تعلي فتركب ترند فيجي لك فيوز كتير فتاكل عيش حلو فيلا بينا كويس. بس انا بقول ايه بقى؟ هي بقى الفكره هنا. شكرا. انا بقول ايه حسب انا بقول ايه، هو ده السكيل بتاعي. انا هزر بس فدني، هزر بس مش بقولك علمني، علشان برضو الناس ما تاخدش الموضوع ضيق، انا مش بضيق، بس اللي هو على الاقل ما تكسفش
وانا جنب مراتي او جنب اختي او جنب بنتي او ابني ان انا اتفرج عليك واقوم عامل لك بان مثلا او اعمل انت فاهم او ارميك، لان هو بيبقى ارميك. هو ممكن يستفيد لان في ناس كتير قوي، في جينيريشنز كتير قوي بتحب الحاجات دي، والحاجات دي بالنسبه لها سبايسي. تمام يا معلم، ربنا معاك، بس نصيحه من اخ اكبر منك، هتزعل. يعني بص، المشكله ان هو مش بس بيدور على ترند، في ناس بتحارب انها تطلع ترند، في ناس بتستغبى ان هي، يعني لو انت شايف ان انت الناس الاغبياء بيطلعوا ترند فانا هستغبى واعمل غبي عشان اطلع ترند. في ناس شايفه ان واحد بيستثقل دمه طلع ترند فحتى لو انا دمي خفيف هبوظها. ده الناس اللي حابه تطلع ترند على المستوى اللي هو ايه، طب بيفكروا في اكل عيش، يعني عايزين فلوس، عايزين شهره، عايزين طب ما تشوف حاجه الطف من ده، يعني ده استسهال. طيب بص برضو عندهم حق، عندهم حق بص في هو في الاستسهال. هوجه بقى لها حبه، والناس اللي اتقبض واللي ما اتقبضش والحاجات دي ماشي. كلها، فعشان ما نبقاش بس راكبين على الموضوع ده، بس هو فعلا الموضوع اسهل. انت بتحط كاميرا وقاعد في بيتكم وبتقول اي كلام، بتعمل اي حاجه بيجيلك فلوس، وحد بيبعت لك وحد مش بيبعت لك ده في ابلكيشن واحد معتمد على اللايفات. ماشي. الابلكيشن ده اصلا ده يعني ايام ما كان بيطلع ترند، بالمناسبه كان ساعه الكورونا لما كان كل نجوم وفنانين مصر طلعوا بيعملوا ليبسنج عليه، المواقف بتاعه المسلسلات والمواقف بتاعه الافلام والاغاني. ده اللي انا شفته، ده اللي انت عارفه حصل. انما على مستوى الحقيقه لا، ده عالم تاني. اوكي، الابلكيشن ده لوحده. انا كنت بتكلم ساعه الكورونا على كنت شايف الابلكيشن ده بس. حلو، في ابلكيشنز تانية ما انزل الله بها من سلطان. ودي بتطلع ترندات برضو بس في عالم تاني بقى. في عالم تاني موازي، لان كل ده عالم موازي. طبعا حاجات بقى مرعبه، حاجات اقسم بالله تخض. ديب ويب. فده ده نقطه، فده رحمه على فكره. والله العظيم، يعني انا اتعاملت معاهم مع الشركه دي، بس انا مستحيل احط كاميرا واقعد في بيتنا واقعد ارغي، وعلشان يجي لي فلوس اكتر اقعد اكتر، فحاسس ان هم مأجريني. فاهم ازاي؟ طبيعي. وساعات تقول كمان اللي هم عايزينه او بوجهه نظرهم. ده بقى دي في مرحله تانية بقى. يعني بس المرحله الاولى ان انت اطلع اقعد اتكلم، ان انت افضل اقعد اتكلم ارغي والناس، وهنخلي الوكيل والبتاع والحاجات دي خلاص. ان الموضوع ده ابتدى يتهرش من زمان. وفي حاجات تانية على فكره هتبتدي تظهر. يعني احنا مش هنفضل، احنا التكنولوجيا مش هتخلينا. متخيل زي ما طلع ده من شويه هيطلع غيره. يعني بس التكنولوجيا، انا شفت بقى البتاع الحقيقي، هو الفيديو يضحك والله خالص. انا شفته تكنولوجيا، فتح البتاع تكنولوجيا، فانبسطنا كلنا. ده طلع ترند على ما فيش، وطلع ان مش ده الفيديو الحقيقي في الاخر اصلا، مش هو ده الحقيقي. شفت برضو تمام، حاجه بتضحك، حاجه لطيفه، بس في حاجات بتبقى فجه وحاجات بتبقى مؤذيه. يعني انا ما ارضالهالكيش ان انت تتفرجي عليه. طب ايه رايك، سيبك من ده، ايه رايك في الترند مش الاخير برضو، من الفتره الاخيره، بتاع الحوت اللي اكل صاحبته ولا اللي مش عارف ده انا قعدت ادور انا وازاي حوت ازرق، وبقى لقيت وزعلت بيشتغلونا جامد. ده شخص حاول تقريبا يدور على ترند وهو قاعد قدام الكاميرا ما عرفش، فعمل طلع ترند. بتدور على ايه؟ هي زي ما انت بتقول فكره سوء استخدام الحاجه بوظت الحاجه. طبعا انت قلت دلوقتي الاي افتكرت كده في حاجات مش محتاجه. يعني في مناظر مثلا في فلسطين مش محتاجه خالص ان انا اركب صور واعمل صور. في اليومين اللي فاتوا دول شارع وناس ميتين في الشارع وبتاع، الصوره دي معموله اي وجاريه على سنها حقيقيه. طب يا جماعه، ده في مناظر في بجد اصلا اوحش من ده، ابشع من ده فعلا. فانت رايح للاي والناس راحت مطلعه. ما هو برضو ده المتلقي، برضو هو بيتلكك. يا جماعه، ما احنا كان عندنا برضو السلعوه اللي كانت بتطلع في حلوان. ايوه ما هو ده ترند. فاكر موضوع السلعوه؟ هو ده كان ترند، يمكن ده اول ترند في حياتي. ده بلت ان هنا الظاهر. لا لا الترندات السلعوه دي بقى كلنا. انا لما كبرت بقى عندي جوجل تقريبا كتبتها عشان افهم انا وانا صغير كنت الحيوان ايه بالظبط. صح، تصدق ده كان من زمان. ده حقيقي. والناس كانت بتصدق عادل امام وصوره الجنيه، والناس صدقت. صح. كتير قوي بقى يعني. والاشاعات هي كانت بتبقى على شكل اشاعات، وفي منها حقائق صغيره، وفي بس منها يعني حاجات صغيره حقيقيه، بس هي دي كان بيبقى شكل الترند. هي برضو عشان ما نظلمش جيلنا او جيل الاصغر او الاكبر مننا سنه ان احنا السبب، او دي حاجه جديده اكتشفوها المصريين القدماء خالص. دي حاجه قديمه جدا، فكره ان حاجه تنور زي الجوسب، ان اشاعه تطلع فتعمل. بس هي اسمها وشكلها اتغير مش اكتر.
الشكل بتاعنا بتاع الترند ده هيتغير وهيبقى ليه شكل تاني. يعني التكنولوجيا مش هنبطل هنفضل ايه نفضل في اللوب ده. بس هي الفكره برضو في الاول وفي الاخر انت كبني ادم عاقل وفيك دماغ، المفروض تدور على اللي انت تستفيد منه، يعني يبقى ليه فايده. فاهم قصدي؟ وانت يعجبني او اللي يبسطني بشكل ما يضايقش الناس، او اللي يبسطني بشكل يبقى زي ما انت بتقول عادي ان اتفرج عليه جنب اهلي او جنب مراتي او جنب بنتي. هي دي الفكره. بس في مقوله كده يقول لك ايه، تكلم حتى اراك. صح؟ دلوقتي هات الفيسبوك اكاونت او الواتساب حتى اراك، اعرف انت بتتفرج على ايه وبتعمل ايه في السيرش. يعني تعرف واحد صاحبك الحقيقي منه، افتح السيرش على هتلاقي بلاوي طبعا وتقطع معاه. بقى ده الواقع. الناس بتتعامل مع التكنولوجيا بالشكل ده. احنا بقى بناخدها في سكه مؤذيه ليها ولينا. حصل في الاول وفي الاخر. بس زي ما في ترند غبي في ترند ذكي، زي ما احنا كنا بنتكلم في النقطه دي. يعني عشان ما نبقاش بنظلم او بنعمم لا هي احنا زي ما انت قلت، يعني انت بالعكس والله انت نورت لي حته مهمه جدا. يمكن انا قبل الحلقه كان عندي مشكله مع ظهور الترند واختفاء الترند يعني كان عندي مشكله مع الترند، بس لا بالحلقه النهارده انت مخليني بقى عندي مشكله مع سوء الاستخدام بتاع الترند مش الترند. نورت لي حته مهمه جدا ما كانتش عندي. بس كنت عايز برضو اسالك سؤال، انت مش شايف ان السوشيال ميديا عموما خدت اكبر من حجمها في حياتنا؟ في كل حاجه، في كل حاجه خدت اكبر من حجمها قوي 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 قوي. للاسف ما اعرفش ده بقى ادمان. عايز احكي لك حكايه. في من 2-3 مش فاكر والله من امتى، كنت رايح الشغل. انا ساعات بسكرول كده الفيسبوك الصبح بدري، فكنت فتحت الفيسبوك لقيت خبر وحش. كان في اللي هو كان في طالبه وهي نازله الامتحان، فاكر اشرف مش فاكر الاسماء، بس بوظت مودي جدا. رحت الشغل فتحت لقيت صور، بوظت مودي اكتر. روحت البيت لقيت فيديوهات وناس بتقول وناس مع. اقسم بالله يا طه رحت عامل دي اكتيفيت للفيسبوك. لحد هنا احنا تمام. صحيت تاني يوم فتحت الفيسبوك، في الفيسبوك قال لي حضرتك عامل دي اكتيفيت امبارح. تعالى بعمل اكتيفيت في نفس. رحت قلت له لا احنا عاملين دي اكتيفيت فعلا. يعني مش فاكر حكيت الحكايه دي او لا، بس حسيت ان انا اخر اليوم بعد ما فتحت الفيسبوك 35 مره والله العظيم مش ببالغ ايدي بتروح على الاكونت على الفيسبوك وهو يقول لي ان لا ده معمول له دي اكتيفيت لو تحب افتحه لك. حسيت ان انا بقيت مدمن فيسبوك. رحت مغير المكان الايكون خالص، حطيته في حته تانية وفضلت اعمل له دي اكتيفيت 2 سنين. بس للاسف لا خالص مش كده خالص. انا طلعت من الفيسبوك ادمنت الانستجرام والله حصل. فحسيت يعني انا مش بتكلم، انا مش بهاجم اللي بيعملوا كده، ولا انا جاي اقول يا جماعه احنا بقينا نمسك السوشيال ميديا اكتر من اللازم وانا اللي كويس اللي فيكم. لا بالعكس، انا راجل انا كنت بحاول اشتغل على نفسي جدا وحسيت ان انا مدمن. ولما طلعت من ابلكيشن دخلت في ابلكيشن تاني، بس حسيت ان انا طول الوقت ان انا مستقبل سوري اسف اللفظ عبد للاسف. بغض النظر عن اللون، انت شفتني كده بس يعني انت ولد ما بنقولش عارفش عليك عارف يعني فاهم انت فاهم. لا انا بقيت برضو كلنا بقينا عبيد. لا هو طه لون من جواه بجد. انا يعني اصلا انا عارف انت من جواك لون يعني مش عارف ابيضت لوحدي بس يعني انا اصلا لون. انا عارف يا سلام. لا حبيبي والله العظيم. فحاسس ان الموضوع خد اكبر من حجمه جدا. مش عارف ليه ازاي نشتغل على ده من وجهة نظرك. قول لي. نتقابل والله، ننزل نتقابل والله العظيم. يعني واحنا بنتكلم رحنا في حته، انا في ناس صحابي عدوا عليا، احنا بقالنا كتير قوي ما نعرفش حاجه عن بعض، ولو نبقى عايزين نعرف حاجه عن بعض واتساب مسج او على الماسنجر الاقيه او يلاقيني اونلاين او مبعت له. تمام. افتكري كده هتلاقي في ناس صحابي كانوا معاك في المدرسه ومعاك في الجامعه. طب انا عندي مشكله اكبر. ممكن اقول حاجه ممكن تبقى اوف كاميرا عادي. دعوه الفرح. كان بتجيلك دعوه. ايوه صح. دعوه الفرح. قول ايوه صح. دلوقتي دعوه الفرح في سند مسج. ده يا جماعه دعوه الفيلم لو اوبننج او مسرحيه او بتاع كله بقى خلاص QR كود ويبعت لك وسلام عليكم. الفكره في السوفت وير والهارد وير، احنا السوفت وير كتر والهارد وير اقل. حصل. فالعلاقات الانسانيه قلت، فالانسانيتنا هتبتدي تقل. انا والله حاسس ان احنا رايحين في حته بقى. فاكرين فيلم ان تايم وفاكرين الحاجات او انتوا عارفين الافلام اللي هي اللي على المستقبل. يا واو بيتحقق. فيعني ربنا يسترها على اولادنا. يعني مش خايف علينا لان اولادنا مولودين. يعني انا وانت
يعني ظهر واحنا إحنا كبار، شفنا ظهر في التليفون ابتدائي وفي اللي اعدادي بيلف. والدايل اب، صح؟ وشفنا التلفزيون النصر اللي بالتكات، يعني قبل ما يبقى فيه ريموت. يعني شفنا صح. حاجات على الاقل هتحن لها في وقت من الاوقات. هم ما شافوش الكلام ده، دول على الابيض. الله ينور عليك. فتخيل بقى دول هيواجهوا التطور اللي هيحصل بأني شكل. هو ما عندهمش بيز، ودلوقتي انت بقيت مشغول، انت في شغل، مامة البيبي بتاعك او ابنك او بنتك يعني في شغل، بتبقى عايزه تيجي تريح وتمسك الموبايل. فما بيبقاش منطقي مثلا اقول لبنتي ما ما تصحيش تمسكيش من النوم الموبايل. من النوم وتمسكي التابلت او الموبايل. طبعا انا شخصيا بصحى من النوم امسك اشوف ايه الاخبار. حصل صح ولا لا؟ حصل. فيعني ربنا يسترها ونتعامل معاها. انت فاهم قصدي؟ يعني نتعامل مع مساوئها. لازم نعرف نتعامل. حكيت لك قبل كده، انا حصلت لي كده مرات اطلع ترند وبتاع والحاجات دي. كان وفي ايه اغرب الفترة حاجه دي كان طلعت ترند؟ هو دلوقتي اللي هو سامر، شخصيه بعملها في مسلسل بيتذاع دلوقتي اسمه شفته ايام. حلو قوي قوي ربنا قوي يحفظه. قوي، والله العظيم حلو قوي حبيبي. ففي المسلسل ده الترندنج انا اكيد مبسوط طبعا. انت فاهم ازاي؟ طبعا. وابتدى يظهر ناس تقول لا والله ده عنده الحاله الفلانيه او عنده الحاله الفلانيه. مش عايز احرق قوي تمام فيه، ماشي. بس ابتدى الناس تتخانق. وربنا يبتليكي باللي زيه يا ست، ده انا اصلا شغاله مش عارف مين. انا بقى ايه، بسمع اداء الناس وهي بتتكلم يعني وهي كبه على البتاع. فانا يا جماعه طب انتوا مبسوطين اتفرجوا، مش مبسوطين تتفرجوش مسلسل. لو هتخانقوا مش دي مهمتنا. احنا مهمتنا حاجه تانية خالص، ان احنا بنقدم نموذج موجود لطبقه معينه، لناس معينه، لطريقه تفكير معينه. المفروض ان الفن بيعمل محاكاه للواقع، ما بيقدمش الواقع زي ما هو. فانت بتتفرج عليه بتستفيد منه بقى. بتظهر عمليه التطهير اللي قالها ارسطو. مش عارف الكلام كبر مني شويه سوري. بتظهر نظريات كده معينه عند المتلقي ان هو يعرف يستقبل ده. مفادها ان احنا نخلي المجتمع افضل. صح. طبعا ده طبعا الهدف من الفن بشكل عام. كلام. الله ينور هو عليك. الارتقاء بذوق العام. شفت الارتقاء بذوق العام والله دي العظيم، بس اللي يفهم ايه الحلاوه دي. ربنا يحفظك. بس فعلا اللي يبقى شايف ده، لان هو دلوقتي بقى العكس صحيح عشان تطلع ترند. الفن بيقول الارتقاء بالذوق العام. ايوه. عشان الموضوع وإثارة الدهشة عند المتلقي دي شغلانة الفن. سلام. إثارة الدهشة والارتقاء بالذوق العام ده من أول لما الفراعنة والإنسان البدائي عمل فكرة المحاكاة أو الفن أو التشخيص أو وات ايفر، عشان دي فيها ديبيت كبير. مرورا بقى بكل العصور، باليوناني بالروماني بكل تك 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 تك، بالعصور الوسطى، بالنهضة، بالإليزابيثي، بحرب عالمية أولى تانية، لغايه ربنا يستر الثالثه اللي هندخلها. مساله مساله طيب. ربنا يستر. كل ده ايه مهمه الفن؟ ان هو كان بيعالج مشاكل وبيرتقي بذوقنا علشان نبقى بني ادمين، ناس اكتر. فانت بتقول ان انا بقدم فن على المحتوى بتاعك، وهو بيبقى فن هابط بقى مش هابط. بس في نفس الوقت في ناس يعني مثلا احمد رمزي. انتوا عارفين رمزي صح؟ طبعا. رمزي ده بني ادم ربنا يحفظه ويحميه، وابيض وسالك وصاحب صاحبه، يعني في صفات كتير جدا حلوه. طلوعه الترند ده وهو بيحاول يستخدمه طول الوقت صح، ما شاء الله. الله اكبر. بصراحه بيستخدمه صح. انت بتعمل ايه بقى اصلا؟ انت بتعمل سيركازم على فكره. يعني هو اللي علاه فكره السيركازم على المسلسلات، او السيركازم على سيتويشنز معينه. وهو الولد دمه خفيف، والكرو اللي شغال معاه دمهم خفيف كلهم. فده بقى بيطلع ترند بقى، بتبقى انت مبسوط لان انت بتشوف حاجه وهي حاجه بتضحك جدا. يعني مش كونتنت تعليق، مش بقى افعل ولا تفعل، مش بيرياكت على حاجه. لا هو بجد هو اللي بيعمل الكونتنت. هو اللي بيعمل الكونتنت بتاعه، والكونتنت بتاعه هزار. احنا بنهزر اهو صح. حصل. لما بتطلع ترند دمك خفيف، ما بتعملش حاجه تضايق، ما بتعملش حاجه مش لطيفه. عندنا مشاكل تانية غير مثلا فكره بقى الترند ده، ان انت طلعت انت بتستخدمه ازاي. انا كنت عايز اقول لك حاجه عليها كمان. لما انت بتقول لي تعالى نتقابل اكتر، بس ما رضيتش اقطعك، اللي هو تعالوا نتقابل ونخلي حياتنا هاردوير مش سوفت وير. عندي مشكله اكبر، ان احنا لما بقينا نتقابل انا واصحابي، لو احنا 5 شله اصحاب قاعدين 5 6 عاملين كده باصين في موبايلاتهم صح. بنعمل ايه مفيد؟ اقسم بالله ولا اي حاجه. انا مره لقيت نفسي فاتح بسكرول ما بعملش حاجه، فبصيت لاصحابي لقيتنا كلنا ماسكين الموبايل قاعدين في سايبر، فسبته وقلت اشوف كل واحد بيعمل ايه. فاقول له انت بتعمل ايه؟ ولا حاجه. بالظبط دي الاجابه، ولا حاجه. التاني ولا حاجه. التالت بسكرول
طب ليه وصلنا لان صباعنا ده بقى مدمن؟ الناس اللي سايقه في العربيه بتسكرول، حتى لو انا قاعد مع صحابي اللي انت بتقول طب تعالى نتقابل، المشكله يا استاذ طه ان احنا لما بنتقابل ماسكين الموبايلات بنعمل كده. صحيح. مصيبه سودة. انا مش عارف قد ايه احنا ازاي يا جماعه بقينا مدمنين لهذه الدرجه. بقى والله صباعنا بيسبح طول الوقت على الموبايل، ما بنعملش حاجه. صح. يعني بجد استغفر الله العظيم، مش قصدي. أيوة بس يعني انا مش مصدق بقينا ادمان الكده. مهم. يعني ما بقيناش نعمل حاجه معينه حتى على يعني لو احنا مشغولين عن بعض واحنا قاعدين فايه. والله هو خلاص زي ما انت قلت تحول لادمان عام، كل الناس بقى عندها الادمان ده، على طول ماسك، على طول مستني اي حاجه تنزل، خبر ينزل، حتى مش بتنزل مثلا ايه، مش مستني خبر. بتحب لا واحده والله. تحب واحده مثلا متنزله، مستني تنزل بوست ولا ستوري فبتاع، ولا ده اصلا يعني انت مش ولا مستني في حاجه. ماتش شغال فانت مستني تعرف النتيجه، ولا انت بتسكرول طول الوقت. وكنت بتعمل كده وقت فراغك بس، وعلى عيني وعلى راسي بقيت تعمل كده وانت سايق وحتى وانت لو مع وقت فراغك صحابك وانت في يا سيدي اعمل كده في وقت فراغك ماشي، بس تعمل كده وانت سايق وانت مع صحابك وانت في شغلك وانت في ليه؟ وانت في شغلك بيحصل تلاقي طبعا. نفسك طلعت الموبايل وانت سايق. وانت سايق مصيبه وانت بقى. سايق دي ده- مصيبه ده- يعني. ده والله مصيبة. بيحصل. انا ببقى سايق جنبي ناس اه والله أنا العظيم امبارح على صلاح بيسكرول سالم للفيسبوك. قعدت اقول له رادار اقسم بالله يعني هنعيش كل بس رادار رادار. هتزعل. هو ماسك تخيل بقى انا شايفه هو ماسك الموبايل كده وسايق وماسك الموبايل وانا شايف الرادار بيقرب، فانا مركز انا للرادار وهو مفيش وبيسكرول. ايوه مش مثلا جاي له حد ركب جنب حد بيلعب. لا ده في استفزاز ده والله، ده استفزاز. آه. ليه 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 وانت سايق؟ ليه في ناس الاستفزاز؟ بتعمل حاجات كده. في ناس بتعمل حاجات وسائل. في ناس بتعمل يا معلم كده. انت عمرو ماجايفر معاك، بس يعني مش كده. ليه انت يا بابا اوصل وبعد كده العب. ما انا بقول لك كنا مدمنين ده في وقت فراغنا، بس بقينا نعمله في وقت مش فراغنا. سؤال مرعب. امم انت طبعا الفتره الاخيره بقينا يحصل مشاكل في حريق سنترالات ومشاكل في وقع ده كان حاجات. عسل. ما كانش يوم، كان 4 ايام يعني ايه، كان كان يوم بس قطع هو خالص قطع خالص ده على الناس بعد كلها. كده 4 ايام ايه نيجي ونروح نيجي ونروح. مريح. طب السؤال المرعب، لا مش مريح، ماذا لو فجأة مفيش انترنت؟ اللي حصل ده لا قدر الله لا قدر الله، مش قصدي. مفيش انترنت فجأة على مستوى السوشيال ميديا ده حاجه، وعلى مستوى يعني مستوى يعني بقى. لو مستوى مصر ان حصل فيه حاجه مشكله تكنيكال في مصر، ايوه، او ان فجأة مفيش انترنت. ما هو بقى ده اللي هو ايه، تحس ان انت هترجع الانسان البدائي، فاهم؟ هيبقى عندك الاحساس ده ان انت هترجع انسان بدائي، ولا ترجع انسان كرييتيف. الكرياتيفيتي بقت مربوطه بالتكنولوجي. يعني انت علشان تعمل مثلا تعمل كوتيشن لشغلانه، هتعمل ايه؟ هتدخل الداتا بتاعك انتري فتطلع لك متظبطه معموله، فبقى انت النو هاو ازاي ان انت تعمل ده، انت بقت الشطاره ان انت تعرف تدخل الداتا، انما تعملها ازاي بقى في تولز كتير بتعمل. ناس تانية هي اللي بتعمل الحاجات دي، مش ناس بقى اللي هي التكنولوجي هي اللي بتعملها. انت فاهم قصدي؟ ده معاك جدا انه يبقى مفيد. يعني يا ريت ان الابلكيشنز زي شات جي بي تي والحاجات المساعده والحاجات دي والاي اي يكون موجود، وبقى ما نقولش بقى ان النت يقول ان السوشيال ميديا هي اللي مش موجوده، اللي هم ايه الاربع 5 بلاتفورمز دول. فاهم؟ انت عملت ابديت للواتساب اكيد طبعا. طبعا. وفي بقى في ايقونه فوق مكتوب عليها ميتا اي اي، صح؟ حصل. اقسم بالله انا مرعوب اخش عليها. انا مش عارف دي بتعمل ايه، يعني لو انت عارفين اقسم بالله انا مرعوب. انا لو دوست عليها يعني اعمل ايه؟ اللي انا حاسه مثلا هتقوم بعته لحد، انت فاهم الرعب واصل لفين طبعا. انت فاهم ان في ناس بقت بتتعامل مع الاي اي كثيرابيست. انا عندي مشاكل وبتاع وحل لو نعرف نحل وبتاع، فدخلت مره جربت، اقسم بالله لا ده رعب. انا بكتب سكريبت لا ده موضوع تاني بقى. خلي بالك ان احنا شغلانتنا، انا كان عندي وجهة نظر في الموضوع ده، ان احنا كان في من فترة اتعمل عرض معمول بالاي اي كله، يعني السيناريو والحوار وتصور الديكور وتصور كل حاجة والتمثيل وبتاع، فبقى دخول الاي اي والتطور اللي حصل ده بقى على عالم المسرح، لو الشغلانه بتاعتنا او حتى على السينما، من اول بقى جيمس كاميرون ولما عمل افاتار فده هيروح بينا فين؟ الممثل مش هيبقى موجود، لا هيبقى موجود. قلت لهم انا وجهة نظري ان التطور الكتير قوي ده هيودينا في حته ايه بقى يا معلم؟ الناس هترجع تتفرج على مسرح اصلا بقى، هيبقى في حاله رده للبلاد اند فلاش الحي ده طبعا.
ان انت تشوف طبعا. الممثل الحقيقي ده قدامك بيتعصب بيعرق بيتنرفز بيعمل حقيقي، ده الطبيعي. مش هتبقى شايفه من ورا سكرين ده او الطبيعي. الافاتار بتاعه. فبرضو بس ده برضو هيبقى محتاج منك ان انت تواكب ده، ان انت تواكب ممكن يبقى بره التوبيك بتاع الحلقه بتاعتنا. لا خالص، لا بس ما هي نفس التوبيك بالظبط. بس هي هو ده إزاي؟ تطور، خلي بالك، ما هو ده هيبقى ترندنج زي اللي هي الصور الاي اي اللي نزل جديد اللي انا ما هي شايف دي ان بقى هي ترند مرعبه جدا, جدا ومش عارف جدا مين جدا اتطلقت جدا. من جوزها واحد طلق مراته علشان حضن براد بيت. طيب والله في حاجات اهو ده من اواخر الترندات. اتفضل قول لي رايك في ليه، يعني ليه بما برضو تفسر نسيء استخدام التكنولوجيا لهذه النقطه؟ ايوه احنا رايحين فين يا جماعه؟ ليه ليه الافوره؟ أيوة. انت ليه كلنا بقينا اوفر؟ وهو وليه مرعب. كلنا بنقلد بس؟ وليه كلنا ماشيين مع سياسه القطيع؟ ما ما انت دي لو ما مشكله. نزلتش الصوره دي تبقى متخلف. تبقى قديم. انت فين يا انت يا معلم؟ ما نزلتش صوره ليه وانت عامل اسباني او ليه وانت عامل تمانيناتي؟ ده اللي هو دلوقتي او ليه وانت مش مصور مع كاميرون دياز؟ ايوه انت بقيت متاخر لو مش عامل كده. ما بقول لك دي بقت انت كارثه. ازاي تنزل صوره؟ ده بقى في حاجه بقى حرقالي دم جدا بقى على السوشيال ميديا، في صور اي ناس منزلين صورهم هم على البروفايلز بتاعتهم وهي الصوره اي ماشي. حد رفيع. فاهمين فاهمين قصدي؟ فاهم يا باشا الصوره اي وباينه ان هي اي طبعا. وحتى لو هي مش اي او انا ما عرفتش ان هي اي انت مصدق هتستفيد نفسك بيها ايه لو انت اصلا زي مثلا ممثل، فحد شاف الصوره اللي هي ايه مش بتاعتك دي، فالله دي حلوه ما تجيبوه يعمل الدور معانا، فيجي فيلاقي بني ادم شخص تاني جديد. فانت كده مش هتشتغل صح ولا انا غلطان؟ طبعا ولا انتوا بتفكروا في ايه؟ مفيش كلام. ان صورتك تبقى حلوه قدام مين اصلا؟ ايوه هي دي الفكره. قدام مين ليه؟ يعني ما هو اللي بيحبك هيحبك زي ما انت، مش هيحبك. يعني انا اكيد مناخيري لو صغرت الناس مش حابين اكتر او تحبني اقل. هيبقى نفس صح ولا لا؟ اي صح. ما انا بقول لك للاسف المشكله بقى الصور الاي اي دي هي تطور الطبيعي للفلتر، الحاجه السهله للفلاتر بتاعه ايوه بتاعه البرامج زي السناب وزي تيك توك وبتاع الفلاتر بس. ايوه فهي الفكره ان الاي اي بقى فلتر كلي، فلتر وش وفلتر جسم وفلتر واظبط الفورمه واعمل بتاع. طب ليه يا باشا انت لو مش فورمه ما تمام على فكره مش ما تتصالح مع نفسك. حد هيحصل له حاجه لو انت عندك كرش على فكره ولا انت شخصيا، انت بس صحتك. مثلا لو اتكلمنا ان انت خلاص مش هتبقى لابس التيشيرت اللي انت حابب تلبسه اول بس ده مش هيزودك حاجه لما هتنزل ان انت بقيت فورمه، ولما حد قابلك على المستوى الحقيقي لك عادي مليس زي ما انت تمام يا باشا عادي سهل. انما الناس مش عارف، ناس بتفكر او في ناس، مش عايز اقول الناس، في ناس بتفكر بشكل بقى غريب، بيبحثوا عن اشياء فعلا غير مفيده بالمره. اقول لك على حاجه، اللي هو الترند الغبي، صدقني مفيش ترند طلع ونزل مره واحده غير لما يبقى زي ما انا كده انا عمال اطلع وانزل غير لما يبقى فعلا مش مفيد ماشي او صح. لا يضيف شيء. فرقعه ورحت فرقه خلاص هو بالونه. بالظبط بالونه. وفي دراسات وفي حاجات على فكره. ما هو بقول لك على حاجه، الترند ده عامل زي البورصه. في حلقه كده كانت عن الدحيح بيتكلم فيها عن البورصه وسوق المال والحاجات، ان في شركات بتعمل حاجه تقوم رافعه لحته معينه، الحته دي بيحصل بعديها كيرف داون صح. هي الشعب بتبقى عامله كده، بتبتدي صغننه خالص وبتعلى توصل للبيك في لحظه معينه، بك البالونه دي فبتنزل لتحت. فانت عايز ايه؟ انت عايز اللحظه دي ولا عايز ان انت يفضل السهم ده موجود، او حتى لو نزل ينزل حبه ولا ان انت تفضل موجود؟ ممكن ده مثلا كان بيبقى زمان على مستوى الكتاب طبعا اللي الناس سابته بقى الناس سابت الكتاب بقى خالص. وهنا اجابه سؤالي، لو فجاه مفيش سوشيال ميديا الناس هترجع تعمل ايه في حياتها؟ هنحارب بالسيوف والخيول وتبقى هنوصل لكده. تخيل السوشيال ميديا بقى خلايا عندي يعني عبثيه شويه ان ده التطور اللي هيحصل، ان احنا الالكترونات كلها هيحصل حاجه كده يبقى شات داون، ولا هيبقى في كهرباء. يعني هو عامه في كذا حد توقع. لا يا جماعه هو مش تخيلات، هو ده حقيقي. هو ده الطبيعي. ما هو في علامه من علامات يوم القيامه ان احنا هنرجع تاني لايام زمان، هنرجع بالخيل وهنحارب بالسيوف زي ما انت بتقول. طب ده بالظبط مش هيكون في كل ده، مش هيكون في عربيات. ده انتوا شوفوا يعني احنا دلوقتي، انا ما اعرفش الحلقه هتنزل امتى، بس احنا دلوقتي في هجوم سبراني على المطارات
المانيا مش عارفين يعملوا الشيك اوت تشيكن. لا، وفي أنا ما أعرفش المعلومة اوروبا دي بجد. بشكل عام فيه هجوم غريب ومش عارفين مين اللي عمل ده. ده غير ازمه ده الطاقه بقى، أزمة واحنا داخلين على شتاء وايام ما اعلم بها الا ربنا، والغاز اللي في اوكرانيا. مش عايزين نودي الموضوع في الحاجات دي، بس طب ما كنا نخلي الترند حاجه مهمه مثلا. ما علينا. ما هي دي الفكرة، ما هي فكرة اختيار الترند من الأول بقى غريب، والثبات عليه والتصميم عليه ترند لحد ما يفرقع مننا خالص ونبوظه. حتى لو كان ترند كويس بوظناه من كتر ما الناس عمالة تلنجر فيه، فاهم؟ بس تاني عمال اتخيل، انا مقتنع ان هو زي ما حصل مشكلة السنترال اللي من ال4 فترة ايام دول ممكن تحصل. طيب انا وانت وجيلنا يمكن ما هنتعامل. نتخضش قوي. ده بقى اللي كنت عايز اقوله لك لما كنت بتكلمني على بنتك، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ان هي خلاص بقى اتولدت لقت الموبايل والتابلتس وفاهمه ده. تخيل انه فجاه مش موجودين، بس دي صغيره هتبدا تكوب. تخيل واحد عنده دلوقتي 12 13 سنه مثلا، 12 15، بوم، قلت له انت الموبايل ده حته حديده. والله ممكن يتبسط اكتر. لا والله العظيم ممكن يتبسط، لان هو لسه ما عملش الذكريات، لسه ما ادمنش يمكن اللي ما احنا عملش ادمناه. الذكريات الكتير اللي مع ده. احنا مثلا جينا عمل ذكريات كتير مع الانالوج، عمل ذكريات كتير قوي مع زي ما بقول كنت التلفزيون اللي مش عارف من ازاي كيس البطاطس اللي ليه شكل معين، الحاجات دي كل حاجه عامله فلسه محفوره في ذاكرتنا، وعشان هي حقيقيه وهارد كده ممسوكه ففضلت. هو بالنسبه له كل الحاجات السكرول هتلاقي هما بيتعلق بفيلم يتفرج عليه 6 مرات بعد كده يزهق منه يتفرج على فيلم تاني او كرتون تاني او اغنيه أو بس ده في سن الصغير 15 سنه او 12 سنه، ما بقاش الصغير دلوقتي. فاهم، هو ما بقاش صغير وبتاع، ده بقى يخضك. ما انا بكلمك هو مش هيبقى ستك فيه قوي، مش هيلزق فيه، لان هو اصلا مش حقيقي. يعني اتمنى من الله يعني ان الموضوع ما يبقاش لازق في جيل طالع بالشكل ده. يعني انا لما بتبقى بنتي مثلا، بنتي بتحب جدا التابلت، تقعد تتفرج بالساعات وبتاع، وما عنديش مشكله لان انا عامل عليها بالظبط ريستريكشنز، واي فيديو يبقى فيه اي حاجه بيتعمل له بلوك للشانل بتاعته والحاجات دي، وكده كده مربوط بالميل بتاع مامتها، فلو في اي حاجه يعني بنحاول نخلي بالنا من المنطقه دي. بس في اوقات لما بتروح الكيدز اريا مثلا في 3-4 ساعات ما بتفكرش في التابلت عشان بتلعب مع صحابها، عشان بتلعب. طب ما هتفضل تلعب فهتبقى صحة، فتلعب فتجهد، فتبقى عايزة تاكل، فتتغذى، بتاخد فيتامينز، بتاخد ده الوعي. فده يبقى بقى ايه؟ ده الوعي. تفكر له. انما انت لو قلت لا، لان الجيل ده ما ينفعش معاه لا. يعني احنا اتربينا باسلوب، انا ما اعتقدش ان انا هعرف اربي بنتي زي ما انا اتربيت. هي لا يعني لا، لان انا بقول لها لا بتقولي لأتين عادي، وهتعيط لها وتصرخ وبتاع، فهتصب عليا، فمش هعملها لا، فانا هبقى كاسر لا الاولانيه انا قلتها. صحيح. فانا عشان ما نخش في الدلهمه دي، فاحنا من الاول انت عايزه ايه نعمل اللي انت عايزه، بس في ثواب وفي عقاب، زي ما حياتنا كلها فيها ثواب وفي عقاب. هتفرجي تفضلي مفيش السناك مفيش سناك، خلاص هتقعدي معانا وتلعبي وبتاع، يلا هنروح الكيدز اريا اصلا، فيلا نروح الكيدز. والتربيه الايجابيه عامله معاك ايه دلوقتي؟ ناجحه من وجهه نظرك بشكل عامل ازاي؟ ما هو لسه البنت تكبر اشوف صح لسه. اصل انت بتغير، احنا كلنا يعني، انت مش لوحدك، احنا كل الجيل بتاعنا زي ما انت بتقول. انا مش هعرف اربي ولادي بنفس الطريقه، مع ان انا عارف ان انا اتربيت صح، بس يعني عايز اوصل في وقتها اتربيت صح، في وقتها بالظبط، مش عارف اعمل ده دلوقتي. الله ينور عليك، دي مشكله. فازاي نمسك العصايه من النص؟ احنا بنربي يعني اهالينا ربتنا بنفس الطريقه اللي هم اتربوا بيها بالظبط، فكان اسهل عليهم. بس صدقني اقول لك على حاجه، هتلاقي ان كل جيل بيسلم جيل بتختلف في التربيه. الجيل مثلا بتاع في السبعينات اللي سافر وشقي بقى راجع عايز يريح ولاده دول بتوع الثمانينات والتسعينات عايزين يبقوا جامدين على ولادهم عشان ما يبقوش متدلعين ويعرفوا يجيبوا القرش. اللي بقى جامد متربي جامد ما بقاش عنده حنين. ففي حاجه اسمها حب الهبه، ان كل جيل بيبقى عايز الجيل اللي بعديه مستريح ويبقى نسخه منه طبعا، تمام. فبيضطر ان هو يتنازل عن مبادئه هو علشان يوصل، او اللي هو اتربى عليه عشان يوصل يريحه علشان ينجح ويبقى افضل منه. حصل. فهي برضو محتاجه قدر زي ما انت بتقول كده من الوعي والاتفاق ما بين الاب والام، خصوصا لو هم موجودين مع بعض، لان هم مش موجودين مع بعض بتبقى مشكله. بس لازم يبقى برضو يبقوا موجودين مع بعض بشكل قوي جدا. بما اننا بنتكلم على الترند، فكره الطلاق، الترند ده بقى مأساة مرعبه. انا بحس ان الناس بتطلع عشان تبقى ترند. في جوازات برافو عشان عليك. تبقى ترند وطلاقات ترند. برافو عليك.
في جوازات ترند بس وعلاقه مش مطلوب غير ان هما الاتنين يبقوا مع بعض متجوزين، فالناس تبقى معاهم فيتطلقوا فيرجعوا لبعض، فايه ده احنا ما اتخانقناش يلا نتخانق عشان نطلع ترند. طبعا الحاجات دي لا بس تعالى فاكرين اساميهم؟ مش انا عايز اقفشك، استنى بس، انت فرحك طلع ترند، تعالى. ايوه ما دي اول صدمه ده اساسا يعني. بص هو طبعا انا يعني ريم مراتي هي اوريدي من وهي عندها 4 سنين زمان يوميات ونيس وهي ترند لوحدها طبعا ما شاء الله، وعدت بتجارب ترند، منها كانت قاسيه ومنها كانت كويسه. انا ما كنتش ليا في العالم ده يعني، ما كنت لسه باخد الستبس بتاعتي في الشغلانه، فما كنتش ببقى انا في سيتويشن بشوف بقى اصحابي حد نور حد عمل حد فتمام. فالفرح بتاعنا هو اللطيف فيه ان في ناس جت احنا ما كناش قايل لهم، الوقت جه بسرعه علشان كنا مسافرين فرنسا يعني، كان عندنا برضو حوارات، فلقيت ناس انا تقريبا مش عازمها فطلعوا ان هم جم عن طريق ان في ناس طالعه لايف من جوه الفرح فالناس اتفرجت في البيوت، ايه ده الفرح طورين، طب احنا جايين، ايه ده في اللايف انا اطلع اشوف أيوة. يلحقوا يا جامدين يا جامدين جدا وشرفونا واتبسطنا طبعا، ده حلو يعني. بس جامدين والله. لا انا يوم حلو جدا. فالفيديوهات دي واضح ان هي بقت فايرال، اتنشرت جامد، انا ترند ما شاء الله. حلو. صحينا بقى من الصبح مقتطفات من فرح بنت ونيس وحضور وابتدينا نخش في الحاجات دي، فلقيت ان الموضوع زحمه واسمه جعجعه بلا طحن اللي هو يا جماعه ده فرح يعني شكرا ان انتم مبسوطين لنا وان البنوته كبرت واتجوزت. أيوة. كل الكلام ده جميل جدا، بس هل كل الترندات بتخليك يعني انت لو اتفرجت على فرح وناس مبسوطه اتبسطت، هتبسط لهم تمام صح، هتبسط لهم طبعا. ايه اللي بعد ده؟ يعني ايه اللي ممكن بني ادم دعت لهم؟ ايه اللي بعد ده؟ خلاص انا بكلمك انت كمتلقي، سواء أيوة. سلوس فكره مؤدي ومتلقي. فالفكره بتبقى المحتوى اللي احنا بنقول عليه، المؤدي اللي بينزل بقى، اللي بيسبسكرايب واللي بيرفع الحاجه على النت، وفي بقى المتلقي. فالسلوس ده لو عنصر فيه مش منضبط، المتلقي مش منضبط او المؤدي او المرسل مش منضبط او الفكره مش منضبطه، يبقى في مشكله علشان تبقى مظبوطه على ظبطتها، فاهم؟ يبقى تبقى ماشيه على المسطره. انما لما بتلاقي حاجات ملهاش مردود، والله هي فكره الانبساط برضو حلوه يعني، انا مش ضد ان انت تتفرج على الناس مبسوطه. ما بقول لك لطيف قوي ان يعني فرح والناس بتتبسط لك، بس في حاجات بقى بتطلع ترند على ناس مش مبسوطه. حصل كتير يعني الناس متضايقه، او في ناس حاجات بتطلع ترند تضايق ناس، تضايق فئه، تضايق منطقه معينه طبعا. يعني الحاجات اللي بتبقى مربوطه كمان بالمناطق او مربوطه بفئه معينه، او طب ده يا جماعه انت بتضايق، انت مش واخد بالك ان انت لما بتشير الموضوع ده انت بتضايق، انت بتساعد في مش عايز اطول عليكم. لا ده كتير، اصل فعلا انت بتتكلم في حته مهمه جدا جدا جدا، هو الوعي. في حاجه اهم بقى، الايه؟ دلوقتي في ناس بتطلع تشو اللايف ستايل بتاعها طبعا حياتها، يعني في جوازات بتبوظ بسبب انا راحت عملت شهر العسل في بالي، يا ست الكل انا اخري اطلعك المعموره. ده كويس انت هتتجوزي اصلا. بالظبط، ده كويس. هو في حد معاه دهب دلوقتي يتجوز؟ الدنيا كلها بالي نروح طيران بالي ب $4000. ما دي بقى حاجات على فكره. وفي حاجه اسمها ايه، ستارت اب وذ مي او حاجه كده، ان هم بيبتدوا جيت ايوه جيت. انا مالي انا ليه جيت ريزيو ما تخليك انت جيت ريدي مع نفسك. انا قاعد انا في البيت بشرب كوبايه الشاي بتاعتي، جيت ريدي وذ يو ليه وذ ماي سيلف. صح، والجيت ريدي وذ ماي سيلف لو انا مش قادر اساس يعني، فلا او عشان ترند وعشان بالظبط. فهي في حاجات كده بصراحه يعني تمام، الناس مبسوطه يعني تمام اتبسطوا، بس يعني وفروا طاقتكم دي في حاجات مفيده، فاهم؟ تمام يعني مش هنقول على الحاجات دي وحشه، لان برضو هي مش بتقدم حاجه وحشه، انما في حاجات بتقدم حاجات يعني انا بشوف حاجات والله بتعدي عليا، بشوف خدت نفس ازاي. ما ينفعش شايف بقى وبيوت واسرار وحرمه حرمه بيوت يا جماعه، وواحده بتتكلم مع جوزها مش عارف ازاي
وبعدين بلبس البيت هو ازاي التليفون ده دخل بيتنا بالشكل ده؟ ايه ده امتى يا جماعه؟ مصيبه. انا ليه اخش بيتك وابقى بتفرج وانت قاعد ببيجامتك؟ سوري انا اسف. وانت سوري انا اسف. ادائني دي بس طولت. ليه اشوف انا ده واشوف انت بتتكلم ازاي مع مراتك او انت بتتكلمي ازاي مع ابنك او جوزك؟ ايه يا جماعه ده؟ وعلى فكره هي الدراما وفي مسلسلات كتير ابتدت تتكلم في المواضيع دي بشكل بحترم ده جدا. بشكل كويس وواعي. بس برضه في نفس الوقت انت محتاج بديل بقى. هي دي المشكله. ادينا الزتونه. طب في اخر الحلقه كده ادينا الزتونه. انت زي ما بتتضايق من الترند ان هو ساعات بتبقى حاجات تضايق، ما هو البديل؟ اصنعني البديل عشان اقدر زي الفن بشكل عام يقول لك ده فن رديء، انتوا ليه بتتفرجوا على الحاجات الاسفاف فين البديل؟ طيب مين اللي المفروض يصنع البديل؟ صناع المحتوى. مين اللي يصنع البديل؟ هو صناع المحتوى اللي عنده القدره ان هو يأثر في الناس وشايف ان هو يقدر يعمل كونتنت يحترم بيه دماغ الناس ويعرف يبقى سبايسي برضه ويبقى كاتشي ويطلع بيه الترند. يعني هو لازم يبقى عنده القوه دي. الضمير الجمعي هو اللي هيوجهك على فكره. ده في حاجه اسمها كده الضمير الجمعي. احنا بنوصل لمرحله معينه لا احنا مش هنشوف الكلام ده. ماشي. يعني مش هنتعامل مع الكلام ده مهما كان. دي حاجه في ضمير في جوانا. حلو. ما بنتعلمهاش، ما بتحصلش اي حاجه. انما لو انا ما عنديش بقى البديل ده، ما عنديش اللي بيتعب ان هو يطلع كونتنت محترم، يطلع صوره حلوه، لو بنتكلم مثلا على الفن، يطلع تمثيل صادق، يطلع مزيكا تبقى ملعوب حلو مش اوتو تيوننج وانت راجل بتاع مزيكا وفاهم. والله العظيم يعني حطيت ايدي على قلبي اول ما قلت كده. مزيكا ما بقاش فيه مزيكا، بقت كهرباء. ايوه بقت كهرباء بالظبط. ما بقتش ميلودي، بقت الكتريسيتي. ماشي. مين بقى البديل اللي يعمل لي مزيكا اسحب انا بقى الناس دي او اسحب جزء من الناس دي معايا في فكره ان انا اتحول ابقى بسمع مزيكا حقيقيه هاديه؟ في حاجات حصلت. يعني اقول لك على حاجه، في ساوند تراك كده من غير يعني ناس هتبقى عارفينه، كان معمول في حفله بتاعه مشروب طاقه. بقوا بيلعبوا المزيكا باوركسترا. شفته ده. ايوه تحفه طبعا. واللي فكر التفكير ده تحفه. فتمام اهو، ما انت جبت الناس اللي بتسمع عن كمل بقى، كمل واعمل تراكات كده. وحتى لو الستايل بتاع والوتريات بتخش ازاي والنفخ بيخش ازاي. فانت ما انت عندك ولازم برضو في نفس الوقت انت لازم تبقى مطلع شويه عشان تبقى عارف ايه اللي يعجب الناس وايه اللي ما يعجبش الناس. برضو بالظبط. ما هي مش سهله قوي. لا هي الفكره ولا استسهال من الملقي ولا استسهال من المستقبل. بص المستقبل مظلوم والله العظيم بيستسهل. انا اسف مظلوم. بس لا بيستسهل عشان ده بقى الاغلبيه العظمى اللي بتتقدم له. هيدور على هيروح يدور ليه ويتعب نفسه. ما ده اللي ظاهر قدامي. فهي انا شايف انه استسهال من المقدم. مش هينفع تطلب منه ان هو يتعب ويدور. ماشي. بس برضو عنده استسهال. هو مش انا اللي جاي له. هو مش جاي لك حفله. صح. انت لا، ده المزيكا ده اتلعب على ابلكيشن على الموبايل. فانت صحيح. اللي جاي له، فانت اللي محتاجه اكتر. وانت لما محتاج توجهه. طبعا. انما هو بالنسبه له ممكن الاسهل. بس لو حطيت الاثنين قدامه صدقني هيروح للذوق اللي بجد. للذوق اللي بجد والله. يعني ان شاء الله. يا رب جدا نعرف نعمل ده يا رب. يا طه. يعني انا اتبسطت جدا 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 على المستوى الشخصي. والله مش بأفور، بس انا كنت داخل عندي يعني حاجات رافضها معينه او حاجات كنت متضايق منها زي الترند. بس صدقني انت جيت نورت لي حاجات خلتني افكر في الموضوع بطريقه مختلفه خالص. مش ده اللي انا كنت مستنيه من الحلقه، بس بجد والله نورت لي حاجات خلتني اعرف اعدي يومي مع الترند اللي انا ما كنتش فاهمه. كنت بتعصب. كلمه ترند بقت تعصبني لما الاقي حد قال ترند. يا جماعه كفايه بقى، ما بقيت زي الناس غصب عني. الكلمه بقت اسمعها كل يوم مره واثنين وثلاثه. تنورتني قوي 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 وشرفتني قوي. ويعني انا مش عارف اشكرك ازاي ان انت جيت النهارده. صاحبي واخويا الفنان الكبير قوي طه خليفه، سعدنا جدا 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 بلقائك. يا جماعه الموضوع تاني هنقول ان اسهل من كده. والله بعد ما عملت البرنامج ده اكتشفت انه سهل ان احنا نعدي يومنا مع الحاجات اللي بنعطل عليها. عندي مشكله مع الترند، طه خلى المشكله ما تبقاش مع الترند
الترند تبقى مع سوء الاستخدام، بقى عندنا مشكلة سوء استخدام كبيرة والله، مش في التكنولوجيا بس، سوء استخدام لنفسك. انت بتعامل نفسك غلط، بتعامل تليفونك غلط، بتعامل التكنولوجيا غلط، بتعامل سواقتك لو انت ماسك التليفون غلط. احكم على نفسك صح، صالح نفسك، خد الحاجات اللي تفيدك، اطلع اعمل ترندات واطلع شير ترندات. اعمل الترند اللي يبسطك ويبسط الناس، اعمل الترند اللي انت تبقى فخور بيه، اعمل الترند اللي ما تتكسفش من اهلك ولا تتكسف من بنتك ولا تتكسف من حد ان انت صاحب الترند ده. ولو حضرتك او حضرتك هتشيري ترند، شيري الترند اللي يخليكي مش مكسوفة انك مشيرة حاجة شبه دي قدام صحابك واهلك وباباكي ومامتك. دنيا بسيطة، مش عايزين نسوء استخدام نفسنا قبل ما نسوء استخدام الآلات اللي في ايدينا. انا سعدت جدا 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 بحلقتي معاكم النهاردة ومع الاستاذ الكبير طه خليفة. استنونا في حلقة جديدة. عدي يومك شيري صالح.